على القوم حرام بن ملحان قال للرجلين اللذين معه: أتقدمكم فإن أمنوني أبلغتهم كلام رسول الله، وإلا كنتم مني قريبا فتبلغون بقية صحابتكم. فلما وصل وأعطاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عدو الله عامر بن الطفيل ووضعه جانبا ولم يقرأه، ثم أشار لرجل فأتى من خلف حرام بن ملحان وضربه بالرمح بين كتفيه حتى أنفذه من صدره. فلما رأى حرام بن ملحان الدم وهو يتدفق من صدره أخذه بين كفيه ونضحه على وجهه وعلى رأسه وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم قام عدو الله عامر بن الطفيل واستصرخ بنو عامر معه ليقتلوا بقية الصحابة، فأبوا أن يجيبوه إلى ذلك وقالوا: لن نغفر أبا براء، وقد عقد لهم عقدا وجوارا، أي أنهم لم يرضوا